البداية أود أن أشكر جريدة الاتحاد والقائمين عليه على منحي هذه الفرصة لتقديم نفسي ومتحفي الشخصي. الهواية ما له أساس عائلي. طبعا بديت في الستينات من مطعم الفريج. كنت أروح للمطعم، طبعا هنا كنا نقابل إخواننا من شبه الجزيرة الهندية، نتكلم عن بلدانهم، وبعض الأوقات كانوا يعطوني طوابع قديمة أو فلوس من نحاس زي كنا نسميه آلة. طبعا من هناك بدأت الهواية تنمو وتتطور. بس بعد ما التحقت بمركز التدريب المهني تابع لشركة نفط أبكو، خاصة مع المعلمين اللي احتكيت معهم كانوا من بلاد الشام وبريطانيا، كنا نتكلم عن التاريخ والتراث والحضارة الإنسانية. بعدين من هناك كبرت أكثر وأكثر. الإجابة على الحصول الآثار والتحف القديمة صعب جدا، بس أقدر أقول في البداية خاصة في السبعينات كنت أحصلها من الشارقة، راس الخيمة، وبعد المناطق في دبي كنت أشتري من الزوار. هاي القطعتين من عقبة أم النار 3000 سنة قبل الميلاد، حوالي 5000 سنة يعني من وقتنا. شيء جميل جدا، بس في حالة جيدة. قطعتين من عقبة أم النار 5000 سنة.